مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة مباشرة من مدينة كيبيك. اليوم إن شاء الله تعالى مع اقتراب حلول السنة الجديدة 2026 تكون هناك احتفالات ضخمة وقوية جدا، خاصة في كندا وفي مدينة كيبيك. اليوم سنذهب إلى القلب ديال كيبيك اللي هو سونترفيل، فحبينا نشاركوكم هذه الصور. كاين بعض الناس اللي تيسولوا على كيبيك وكيفاش دايره كيبيك وكيف الحياه في كيبيك. اليوم ان شاء الله تعالى غادي ناخذكم على المباشر بجانب شاطئ فرونتناك بعض الاماكن السياحيه في كيبيك التي الزوار ياتون اليها من عده اماكن. وللعموم او على الخاص، فمدينه كيبيك هي مدينه سياحيه بامتياز، لأن عدة سياح يأتون إلى هنا من كافة شتى الدول، وخاصة الصينيون صراحة يأتون إلى كيبيك كثيرا، لأن كيبيك تعتبر من المدن القديمة في هذه الدول ديال لي زيتازوني. لديها تاريخ، ليس تاريخ بالتاريخ العميق أو القديم كما نتحدث عن تاريخ الدول الإسلامية والدول، لكن لديها بعض التاريخ. قد تكون هي المدينة الأولى التي لديها تاريخ هنا في لي زيتازوني، في دول شمال أمريكا. صراحة أنا والله عندما وصلت إلى مدينة كيبيك أعجبت بها صراحة. كانت مدينة سياحية بامتياز، مدينة جيدة جدا جدا، فيها بعض البنايات القديمة، مع أن التاريخ هنا في كيبيك يعود تاريخ فرنسي 100%، والفرنسيون هم من بنوا مدينة كيبيك، لأنهم السكان الذين أتوا أولا إلى هذه المدينة. فهذه المدينة يحبوها سكانها وأهلها كثيرا وجدا جدا. فحتى الأجانب الذين يأتون إلى مدينة كيبيك صراحة أجد أنهم يتعلقون بها، لأنها كيبيك صراحة مدينة نقدر نقول هي لا كابيتال، مثل العاصمة الرباط، مدينة إدارية، مدينة فيها أيضا بعض الشركات لكن ليس كمونريال، فهي مدينة إدارية كمدينة الرباط في المغرب. لكن عندما نقول كمدينة الرباط فليس تلك الرباط، فهنا شيء آخر، لأن هنا دول قوية، دول اقتصادية، دول صناعية، دول رأسمالية 100%. دونك نحن نتحدث عن اليطة ديال الحياة مختلفة، مرتفعة جدا جدا. الحياة في كندا صراحة الناس اللي عندها طموح، الناس اللي عندها واحد العقلية راشدة واعية، قد تكون مدينة كيبيك مدينة اقتصادية، مدينة سياحية، مدينة بالنسبة للشخص الذي يأتي قانوني ولديه لغة فرنسية جيدة، لديه بعض الكومبيتونس الاكسبيرينس جيدة في بلده، فقد تكون مدينة للاستقرار جيدة جدا جدا. بعض الأمور غادي نحاول نوضحها اليوم إن شاء الله تعالى. والله أتعجب عندما يأتي الجالية العرب في شمال في دول العالم الثالث، عندما تأتي إلى كندا ماذا تقول؟ تقول ليس في دولنا ديمقراطية، وليس كذا وكذا وكذا وكذا، وفي كندا هناك إعانات للأطفال، وهناك الشوماج، وهناك كذا وكذا وكذا. مزيان، تيدير واحد الكومباريزون ما بين الدول ديالهم وهاد الدولة لاش وصلوا، فتعجبهم القانون هنايا، تيخلصوا على الدراري والخدمة كاينة وكذا وكذا وكذا. لكن امتى ما تعجبهمش القانون هنايا؟ شوف الأمر الخطير الذي جعل دول العالم الثالث تتدمر، وجعل هذه الدول تتفوق. تيجيو الناس ديال الدول العالم الثالث وتيبغيو يديروا نفس الخطأ هنايا في دول العالم الأول. وصراحة ما رأيته مؤخرا أن الحكومة بدأت تتخذ واحد الإجراءات ضدنا، احنا المهاجرين، نتحدث على رأسي أنا من هؤلاء. والله معهم حق، ويحمون ثقافتهم، من حقهم. تخيلوا معايا أن دول العالم الثالث، يتحدث على دول العالم الثالث جميعا، مابداش نسمي دولة ولا جوج. في القانون اللي تعطى للإنسان
بغاو كيبيك وبغاو كندا في القوانين. كندا زوينه وغزاله في القوانين واعره، لكن ملي تجي المستحقات اللي بها هاد القوانين كاينه وبها هاد الاعانات ديال الدراري وهاد الشيء ديال كذا وكذا كاين، تيقول لك وا كندا الا بغيتي تبقى تخدم ريغيلي وبغيتي تبقى كلشي ديكلاري وكلشي كذا وكذا، كلشي غتديه ليك الدوله، ما غيشيط لك والو. اذا ملي تشدي فلوس الدراري وبغيتي داوي فابور وكذا 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 الى اخره، كندا زوينه. ومني بغيتي يعني ديني جموع الطوقان مقادين ولوطوطات والجرادي والحياة زوينة والشوارع نقيين وكندا زوينة، يعني الناس تتخسر الفلوس والدولة قايمة في الشغل وكذا وكذا. ومني تجي لي زامبو ديكلاراسيون وشحال بغا يقطعو كذا، وإلا بغيتي ديكلارا وكذا شبغا يشيط ليك. إذن هذا هو السبب الذي به دمرتم بلدانكم. يعني دول العالم الثالث باش بقات متوخرة، يعني الناس باغا عام تدخل جيبها. وهذا هو المشكل اللي كاين دابا في دول العالم الثالث، ان الناس اللي لاباس عليهم واللي عندهم مناصب كبيره وتيديروا شركات وكذا كلهم يتهربون من الضرائب، لان هؤلاء كون يعني تيخلصوا المستحقات اللي عليهم وكنت ياخذوا يعني حقهم من الدوله اللي هو يخصهم ياخذوا. والله لكانت دول شمال افريقيا متفوقه على هذه الدول، لان هناك يعني من المعادن ومن كذا وكذا ما ليس هنا. اذا يا حبيبي الحياه الا بغيتي تكون عندها واحد ليطا قويه راه خصك تخلص تدفع الثمن، فماشي كلشي تدخلو لجيبك. على هاد الدوله بالسلامه منين بغات تصايب هاد الباركينات، ومنين بغات تجيب هاد الدوله الفلوس باش تعطيك حتى للدراري، ومنين بغات تجيب هاد الدوله الفلوس باش تدعم الشركات، ومنين بغات تجيب هاد الدوله الفلوس باش تقوم كاع بهذا الشيء الديني يجمعوا مزاكيش 24 ساعه 24 ساعه. راه كل ما تيتخلصوا الضرائب والمستحقات منين غادي يجيو هاد الفلوس هادو؟ على هاد الناس هادو عاناضو صابوا الفلوس تيطيح حتى تيلوح مع الدولار، ولا تيبداو يحفروا في الارض وتيبداو يطلعوا في الدولار. اش هاد الحمق هذا؟ تصيب مثلا وزير في المغرب عشرات الشركات وفي الحساب ديال الضرائب وكذا يعني تيخلص بحال واحد مسكين تيدخل صالير ديال الاستاذ ولا ديال اش التخربيق هذا؟ واش هاد التروان هذا؟ وتصيبوا يعني داير مشاريع هنايا في كندا وداير مشاريع في فرنسا وداير مشاريع في كذا وكذا. والله لو كانت تدفع الضرائب هناك وتعطى المستحقات لكانت يعني الشركات بكثرة، وكانت يعني الجامعات تتمول من تلك الضرائب، وكان يعني الأطفال يأخذون يعني الخلاص من هذاك سميتو، ولا كانت المستشفيات كثيرة. منين تتبنى المستشفيات ومنين تتمول التعليم ومنين تتمول إلا من الصناعة والتجارات وكذا وكذا وكذا. إذا الله يجازيكم بخير، نكونوا واحد شوية عقلانيين ونكونوا واضحين. والاجواء هي هذه جميله جدا جدا. يعني هما تيحتفلوا لو 24 لو 25 تيحتفلوا بزياده المسيح عليه الصلاه والسلام، عيسى عليه الصلاه والسلام. لكن هذا امور يعني ماشي موضوعنا. زياده يعني عيسى عليه السلام تكون في هذا الوقت وكذا، لكن هما يعني هذا ما نضغطش فيه على الشيء بعيد لان هذا موضوع ديني. المهم هما لو 24 لو 25 كيكون الاحتفال، راه ما تكونش الخدمه. لو 25 بارتو كندا كلشي كيسد لانهم تيكونوا محتفلين. سونترفيل هو هذا يعني مكان سياحي. حنا هنا دابا يعني قراب البارلمون، يعني قراب البرلمان هنا ديال كيبيك. كما ترون هنا على اليمين هذا يعني اوتيل هيلتون معروف ايضا هنا في مدينه كيبيك. شاطو فرونتناك يعني على يساري الان. غادي نقوم بواحد ديميتو هنايا باش ندخلو للسونترفيل يعني للداخل ديالو باش نوريكم المدينه ان شاء الله تعالى. فاليوم لو 26 نحن نقترب من دخول السنه الجديده. تكون هناك احتفالات يعني في الليل 31 وصباح 1. تكون هناك بعض الموسيقى وبعض يعني تيبات الاحتفالات هنا في السونترفيل. إذن الإخوان
الناس اللي كتحب ولا الناس اللي كتسول على كيبيك، فكيبيك راه مدينه سياحيه. يعني الناس اللي كتبغي دير السياحه صراحه، يعني السياحه جيده هنا في مدينه كيبيك. يعني كل من يريد السياحه فمدينه كيبيك جيده للسياحه. للاسف الشديد هذيك الطريق مقطوعه هناك، فذهبت بهذا الاتجاه الاخر. حنا الان يعني حدا لوبسيرفاتوار د كيبيك، هو هذا على يساري. دونك نحاولو نديرو ديميتور هنايا. وللإخبار الجو بارد اليوم جيدا جدا جدا. يعني كاينه ناقص 12، جو بونس الغاسونتي غتكون ناقص 15. فكما يقول الكنديون il fait frais. هذا لوبسيرفاتوار كيبيك. هذه انتيغدي غنحاولو نضوقو من هاد الزنقه هادي. والسونتر فيل صراحه راه تيكون هكذا، يعني مثلج جدا جدا، ثلوج كثيره تتساقط هنا. إذا الإخوة الكرام تنظن حدنا هنايا، أحييكم وسلام الله عليكم.